حد بيتفرج علينا دلوقتي وهي مكسوفة ان هي تيجي ترقص، ممكن تقولي لها ايه؟ او حتى تلعب زومبا. ساعة هي بتلعب رياضة، بترقص رتمات مختلفة جدا في الزومبا. هيبقى عندك المساحة وعندك الحركات اللي تقدري تأديها بده. ليه بيتكسفوا يرقصوا؟ عشان هما ما بيعرفوش. الكورس غير معاكي ايه او حسيتي جواه ايه حاسة ان انتي طلعتي بيه؟ بقدر افكر بالراحة، لو في اي قرار عايزة اخده باخده كده وانا بالي رايق. الرياضة ودور الرياضة في حياتنا ودور مهم جدا، وهتعرفوه النهاردة مع كوتش شيماء. شيماء ازيك؟ عاملة ايه؟ ازيك يا عايشة؟ اخبارك الحمد ايه؟ لله تمام، كويسة؟ كله تمام. ممكن بليز تعرفينا بنفسك؟ انا اسمي شيماء، مدربة زومبا وبيلاتس. اوكي، حلو قوي. لو هنتكلم على دور الرياضة في صحة الست، في حياة الست، بالنسبة لك ايه؟ بصي، طبعا الرياضة مهمة جدا للستات والرجالة، بس احنا خلينا نتكلم على الستات بس. في ستات كتير بتبقى مش واخدة بالها قد ايه الرياضة مهمة. ما بيبقوش واخدين بالهم ان هم جسمهم محتاج فعلا ان هو يتحرك ويعمل رياضة. عايزة اقولك ان في ستات ما بتكتشفش ان الرياضة دي مهمة الا لما بيكبروا، بيعدوا 40 وال50 سنة. يعني انا عندي كلاينتس فوق 50 سنة وبيقولوا لي احنا يا ريتنا كنا بدأنا من قبل كده، من واحنا صغيرين. فانا حاسة ان هم الستات ما عندهمش وعي قوي كفاية بان الرياضة دي حاجة مهمة جدا، وانها فعلا هتفرق في صحتهم جامد. حلو قوي. طيب الزومبا انتشرت في الفترة الأخرانية بقوة، انتي شايفة انتشارها كان سببه ايه او نجاحها؟ بصي، الزومبا حلاوتها ان هي هاي انتنسيتي ورك اوت. اوكي، بيشتغل على ان احنا بنزود نبضات القلب بسرعة. اوكي، فالست بتبقى ساعة هي بتلعب رياضة، بترقص رتمات مختلفة جدا في الزومبا، والساعة بتعدي وهي مش واخدة بالها ان هي اصلا عملت رياضة. بتلاقي نفسها عرقت، عملت مجهود وهي مش واخدة بالها اصلا الساعة عدت في ايه. فدي حلاوة الزومبا الصراحة. اوكي، ولو هنتكلم على البيلاتس، لان مش كل الناس قوي يعني هنقول الموضة قوي اليوجا. يعني دي موضة قوي 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 قوي. ناس كتير بتحب اليوجا. بالظبط، يعني كان زمان ما كانتش منتشرة قوي او ما كانتش بنفس القوة دلوقتي الموجودة بيها. صح. وان اليوجا بقى دلوقتي موجودة في مصر كتير جدا، بقى عندنا استوديوهات كتيرة جدا. فاحنا دلوقتي بقى عايزين نشرح البيلاتس لان هو مهم قوي جدا. وايه الفرق ما بين البيلاتس العادي والبيلاتس اللي بالاجهزة؟ بصي، في ستات احنا متفقين ان هم زي ما انتي كنتي بتقولي يا عائشة ان هم بيتكسفوا يرقصوا. ليه بيتكسفوا يرقصوا؟ عشان هم ما بيعرفوش. فهم مش بيتجهوا بقى للرقص وللزومبا، لا هم بيبقوا حابين تمرينة ما بيبقاش فيها رقص. اوكي، فالبيلاتس بالنسبة لهم بتبقى مناسبة جدا جدا، لان هي بتشد الجسم كله. اولا هي بتشتغل على الفلكسبيليتي بتاعه الظهر، اي حد عنده مشاكل في الظهر البيلاتس مهمه جدا ليه. بتشد منطقه البطن دي كلها، بتقوي الرجلين وبتحسن صحه المفاصل. هي اليوجا بتعمل كده برضو، بس البيلاتس بتبقى يعني انتنس طبعا اكتر. هو مش مجرد ستريتشات زي اليوجا. هي تمرينه قويه. وبعدين عندي الكلاينتس هم بيبقوا مبسوطين قوي لما بيلاقوا ريزلتس بعد 2 سيشنز ولا حاجه. فلا بيبقوا فعلا مبسوطين جدا. هي اهم حاجه تتحملي الوجع اللي بعد الكلاس، بس شهر وخلاص كده. شهر بالظبط. مش شهر قوي يعني. الشهر قوي كده. طيب عايز اسالك بقى كبنتي شيماء بنتي، ايه الرقص الشرقي بالنسبه لك وايه اللي خلاكي تيجي تحضري كورس؟ واحكي لي كده يعني. اوه لا بقى، ده بقى ده بصي، ده انتي حبيبتي اصلا يا عائشه. بصي، انا الصراحه انا مدربه بقالي يعني حبه حلوين، وبقالي في مجال الرياضه اكتر من 20 سنه. احنا صغيرين جدا، ما تمناش 20، احنا طبعا 19 ونص. انا من اول ما اتولدت مثلا. لو قلتي 20 سنه يبقى من اول ما اتولدت. بصي، انا شفت مدربات كتير بالي دانس وحضرت مع كذا حد. بس بصي للأمانة أنا ما حسيتش إن أنا استفدت حاجة. يعني أنا مبسوطة بالأغاني اللي اشتغلت وكده، بس كمدربة هي ما قدرتش توصل لي أي حاجة. لما شفت الإعلانات بتاعتك شفتها بمحض الصدفة على الفيسبوك. مش عارفة، في حاجة في طريقتك كده جذبتني من غير ما أشوفك، من غير ما أعرفك. ولما جيت لك بقى أول مرة دي أنا كنت مبهورة بيكي الصراحة. أنتي بجد حد
بروفيشنال قوي. بتعرفينا بالظبط الحركه بدايتها ايه ونهايتها ايه. حببتيني في الرقص جدا، انا ما كنتش بحبه على فكره، انا كنت جايه اجرب لان هي دي الحاجه الوحيده اللي ما كنتش حطاها في دماغي وما كنتش بعرف اعملها. بس انتي ما شاء الله عليكي، انتي حببتيني في كل حاجه ولا الرقص الشرقي بقى حبيبي دلوقتي طبعا. طيب ككوتش قوليلي بقى تكنيكال، يعني انتي معجبه بحاجه في الكورس ايه؟ في كورس البالي دانس بتاعي ايه حاجات تكنيكال من كوتش الكوتش بقى؟ بصي انا عجبني فيك انتي منظمه قوي. بتبدأي بالبيجنرز مثلا ليفل اللي هم ما بيبقاش عندهم اي خلفيه اصلا احنا بنعمل ايه في البالي دانس. فده عجبني قوي قوي قوي. انا كنت اصلا جايالك في الاول وكنت فاكره ان انا يعني ممكن اعمل اي حاجه، اكتشفت ان انا ما بعرفش اعمل اي حاجه. فهو احلى حاجه فيكي ان انتي بداتي beginners level وبعدين بتطلعي بقى بالليفل بتاع الستودنتس بتوعك كل ما بيعدوا ليفل معين او مرحله معينه. دي احلى حاجه الصراحه. يعني انا حسيت ان انتي فعلا بروفيشنال قوي، الحركه بتديها فعلا حقها ولازم احنا بنطلع عارفين نعملها واتسو ايفر. يعني انا مش مصدقه اصلا المرحله اللي انا وصلت لها معاكي. شيمو حبيبتي، ممكن تقولي لي ايه الرقصات اللي انت بتحبيهم؟ بصي فيفي عبده، لوسي، سهير زكي، تحية كاريوكا. ايه فيلم بقى انت حاسه ان هو معلق معاكي قوي او بتحبيه جدا في الرقص؟ نبيلة عبيد طبعا في الراقصة والسياسي. انا بحب طبعا. يا جماعه كمان خلي بالك من زوزو، خلي بالك من زوزو كان حلو جدا. ايوه صح زوزو. صح زوزو. طيب تحبي تقولي ايه للستات اللي ما بتلعبش رياضه خالص؟ لا لازم طبعا. بصي الرياضة مهمة جدا جدا. يعني أنا مش متخيلة إزاي الصراحة ممكن يبقى في ستات مش حاطين فكرة الرياضة دي في دماغهم، لأن هي هتظبط مودهم وصحتهم والشيب بتاع جسمهم ده طبعا. وطبعا هيطلعوا وهتطلع طاقه سلبيه كويسه جدا طبعا. جدا دي اهم جدا حاجه جدا. على فكره في الرياضه وفي الرقص الشرقي. انه بيطلع الطاقه السلبيه جدا جدا يعني. طب حلو قوي. طيب لو هنبدا جمله بالرقص الشرقي هتبدايها بايه وهتقوليها ايه؟ بصي الرقص الشرقي حياه وخصوصا لو معاكي حياه. لا حياه تانية خالص الصراحه. قوليلي الكورس غير معاكي ايه او حسيتي جواه ايه حاسه ان انتي طلعتي بيه؟ بصي الكورس البالي دانس معاكي لا غير غيرني. الاصحاب وغير الاكل بتاع يوم الاثنين يا جماعه. اي اكل بينزل معانا ده يوم الاثنين وهي طالبه من الدفعه دي. بصي الكورس معاكي لا غيرني 180 درجه 180 درجة. مش موضوع كمان ان انا بقيت بعرف ارقص بس، لا الكوميونتي اللي انتي عاملاه وروحك وازاي اصلا بتعلمينا لا فرق معايا 180 درجة الصراحة. انا واحدة تانية خالص غير السنة اللي فاتت. ممكن تقولي لي هل استخدمتي البالي دانسينج او حركات الرقص الشرقي في الزومبا او في كلاساتك؟ بصي اكيد طبعا اكيد. احنا عندنا اصلا في الزومبا ان احنا ممكن بندخل اغنية بالي دانس او اغنيتين. اوكي. فانا فعلا لما بدأت معاكي من سنة بقيت فعلا بختار الأغاني السهلة اللي أنا فعلا اتعلمت فيها حركات جديدة وبقيت بحطها في الكلاسز عندي. وفعلا خدت بالي ان الناس لا يعني كانوا لا دي حاجات جديدة، احنا ما كناش بنرقص العربي كده. فدي برضو دي حاجة حلوة قوي. دي كانت إضافة الصراحة جميلة جدا. وليه بقى بتحبي الأغاني الشعبي ولا بتحبي الأغاني الكلاسيك ولا بتحبي ايه؟ بصي انتي طبعا عارفة ان انا كنت زمان بحب الشعبي. اوكي. والحاجات اللي هي المهرجانات وكده. بس انتي حببتيني في الستايل اللي هو الهادي. يعني انتي هتتفاجئي لو سألتيني ايه اكتر اغنية عجبتني انتي بتشغليها. لا ده انا هتتفاجئي جدا. لا انا لازم اسال السؤال ده. شيمو ايه بقى احلى ايه احلى دلوقتي اغنية انتي بتحبيها؟ قارئة الفنجان. ما توقعتيش صح؟ ما توقعتنيش انا. ايه ده؟ بعد عبد الباسط حمودة قارئة الفنجان.
فده قرأت طبعا ده الفنجان. اختلاف رهيب. طبعا ده حلو، ده انجاز يا جماعه، ده انجاز حلو جدا. احنا حسن شاكوش كان معانا على طول. هقول لك بصوا يا جماعه، يعني هشرح حاجه تكنيكال كده، ان دايما الرقص الشعبي يعني بيبقى سهل لاي حد لما بتعرفي ترقصي حلو قوي، ودانك وحركاتك هتبقى عندك القدره ان انت تقدري ترقصي على الاغاني القديمه، على مزيكه ام كلثوم، على عبد الحليم، على ورده. هيبقى عندك المساحه وعندك الحركات اللي تقدري تأديها في ده. فممكن بالظبط. زمان كنت انت حاسه ان ايه، لا ده انا ما بشتغلش الحاجات دي عشان انا اوريدي ما اعرفش ارقص، صعبه، فهتلاقي المزيكا صعبة. صح. لان الناس زمان بجد يا جماعه كانت تالنتد في المزيكا، انتي بتسمعي كل 8 مختلفه غير التانية. صح. لكن احنا النهارده احنا الاغاني كلها رتم واحد، هي ما فيهاش اي فسهله اي حاجه بالظبط. فانتي يعني هترقصي ازاي؟ فاكره مره قلت لك في اغنيه معينه كده، قلت لك هو احنا الموسيقى الطويله دي هنعمل فيها ايه بالظبط؟ كنت مستغربه جدا ايه ده، طب عاوزاها تعدي. لا دلوقتي انا ده بقى مزاجي الصراحه. انت حببتيني في النوع ده، تحدي جديد كمان وحلو، تحدي جديد بالظبط. شيمو قبل الكورس وشيمو بعد الكورس، وشيمو وهي طالعه الانترميديت، ايه فرق معاكي في شخصيتك؟ يعني ممكن نقول اقوى. بصي قبل ما اخد كورس البالي دانس معاكي كنت على طول متوترة، على طول متنشنة، على طول بجري علشان عدد ساعات شغلي وعندي التزامات طبعا مع أولادي، وكنت في حاجات تانية بذاكرها أو كده. البالي دانس معاكي خلاني شخصية أهدى بكتير، يعني بقدر أفكر بالراحة، لو في أي قرار عايزة أخده باخده كده وأنا بالي رايق، عارفة، ما بقيتش اللي هو على طول متوترة وعلى طول متعصبة زي الأول. يعني دي أكتر حاجة الصراحة أنا لاحظتها في شخصيتي في السنة اللي فاتت دي. طب لو في حد بيتفرج علينا دلوقتي وهي مكسوفة ان هي تيجي ترقص، ممكن تقولي لها ايه؟ او حتى تلعب زومبا؟ لا لازم تجرب لأن فايتها كتير. الرقص البالي دانس أو الزومبا أو أي نوع من أنواع الرقص هو حياة. أنا مش متخيلة حد يبقى عايش وهو مش مكتشف الحاجة الجميلة دي، لأن هي فعلا بتفرق في نفسية الست جامد قوي، وبتطلع كمية نيجاتيف انرجي فظيعة. فهو الرقص أكتر من إن هو يعتبر رياضة، لا هو علاج للست نفسها، هو علاج لنفسية الست. يعني صراحة قبل ما تفكر تروح لدكتور أو ثيرابيست أو أي حد، ترقص بالظبط. يعني احنا لغاية ان احنا نتكلم ان احنا نبتدي الاول بالرقص بحاجات بسيطه، خطوات بسيطه نقدر نعملها، الى ان انت تقدري بعد كده تروحي للثيرابيست او تروحي لحد متخصص ان انت تواجهي المشاكل اللي اكبر. بس على الاقل لما بترقصي وبتضحكي وبتهزري وبتيجي كلاس ساعه تفرفشي وتضحكي، بعد كده ممكن التصور او نقول المشكله الكبيره قوي انت بتهدي وبتبص لها في حجمها. احنا دايما بدايه المشاكل بنشوفها ان هي كبيره وحاجه ضخمه قوي، بس لما الواحد بيقعد وبيهدى وبيبدا يشوفها بشكل تاني، لا بيشوف حلول تانية، بيشوف وجهة نظر تانية، دماغه بتختلف. بالظبط، دماغه بتختلف. لأن طبعا الطاقة السلبية بتبقى في الجسم أو في متخزنة في عقلنا أو في قلبنا أو كل حاجة يا جماعة. كل مشكلة بتحصل بتبقى متخزنة جوه جسمك، لو انتي ما طلعتهاش عن طريق الرقص، عن طريق الكتابة، عن طريق الكلام، لا هي بتأثر على جسمك طبعا. فلا ميرسي قوي يا شيماء، ثانك يو، ميرسي جدا. ان شاء الله باذن الله نشوفك في حلقه تانية ونتكلم اكتر كمان على الزومبا والبيلاتس. ثانك يو، ميرسي يا حبيبي، باي باي.